خواطر رشا. صوت رشا وجرافيك مروة. في حياتنا دروس بنتعلمها من كل المواقف اللي بنعيشها، هنقدمها بشكل خواطر ويا رب تنال إعجابكم. وقبل ما نبدأ صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الأخلاق جزء منها الطباع بتتولد مع الإنسان، وجزء منها بيجي بالتربية. أهلي علموني إنه اللي يشوفني بعين بشوفه ب100 عين، مش هستغله واستغل كرمه. علموني إن نفيد الناس بأي شيء مش بيضرني. أهلنا نصحونا إذا إننا مش هننفع حد فما نضروش، إذا مش هنقدر نسعد حد فما نزودهاش عليه. علمونا إننا ما نشمتش في أي حد إن كنا نعرفه أو ما نعرفوش أو في أي حد، لأن الدنيا دوارة. علمونا لو ما فرحناش بالنعم اللي ربنا اداها لحد فما نحسدوش عليها. في ناس بتقلل من قيمة الآخرين وقيمة إنجازاتهم، على الأقل لو مش هتمدحوا المميز والمتفوق ما تذموهوش. لو كرهتوا إنسان ما تشوهوش صورته وما تكرهوش خلق الله فيه. أهلنا علمونا إن الأخلاق بتعيش حتى لو مات صاحبها، وحتى لو كان كل اللي حواليه من غير أخلاق، لأنه عيب إنك تمشي مع الطيار، لأن الحياة عايزة كده. لا يا إخواني، الحياة مش عايزة كده. لو بنعرف حد سرق هنسرق زيه، نخون زيه، نتسلق على الأكتاف اللي وثقوا فينا زيه. على الأقل خلونا نسيب حاجة لآخرتنا وحاجة لبقية أهلنا وولادنا يفتخروا بيها بعدنا. في الآخر الناس بتموت مهما طال عمرها، بس الأخلاق اللي بتعيش أكتر بكتير. فاتركوا أثرا طيبا يبقى بعد مماتك وتلقاه في آخرتك. دمتم جميعا بخير.